الثمانية. اوكي. عبد العزيز الاشراف. ما قاعد اشوف. عندك ورقه في يدك تروح هناك ليش؟ اكيد ورقه اول. انا عندي من استراليا واندونيسيا. استراليا. ممكن ما تقولي المباراه؟ اوكي. عطني الفرق اللي بتتاهل 8 بس. في جائزه؟ لا. استراليا. زين. الامارات. حلو. العراق. حلو. قطر. حلو. اوزبكستان. تمام. السعوديه. تمام. وقفنا. يا رجال اصمل بس. البحرين. زين. وعلي لا يابان ولا بطيخ. ايران. زين. خلاص. اوكي. مايد الخليفي. بسم الله. استراليا. زين. الامارات. الحلقه اليوم مسجله. لحظه شوي. الحلقه مسجله يا مسجله. زين. اوكي. انا اسال بس. اوكي. بس الجمهوريه العربيه لا تزعل مني اذا توقعت يعني. لا الحلقه مسجله. مايد جوالك لو سمحت. يا استراليا. زين. الامارات. العراق. قطر. اوزبكستان. والله اعلم ان كوريا الجنوبيه. اليابان. ايران. محمد سويلم. استراليا. الامارات. العراق. قطر. تايلاند. السعوديه. البحرين. ايران. عليك. فيصل. خليل. استراليا. الامارات. العراق. قطر. اوزبكستان. السعوديه. اليابان. ايران. عثمان. يلا يمكن شوي تزعل انا قصتي بصراحه اليوم. لان الحلقه مسجله كمان ما فيها. تزعل والله. يلا. يعني اكيد الاردن اكيد ماشيه ها ساكه. لا الاردن انا بالنسبه لي ترى مباراه العراق. استراليا. اوكي. طاجكستان. تمام. الاردن. تمام. قطر. تمام. تايلاند. تمام. السعوديه. تمام. اليابان. ايران. نشأة أكرم. استراليا. الامارات. اكيد العراق ان شاء الله. قطر. ان شاء الله. لا. اوزبكستان. اتوقع بشكل كبير السعوديه. اليابان. ايران. ليه؟ استراليا. بس البحر. طاجكستان. بالضبط. العراق. قطر. اوزبكستان. السعوديه. اليابان. سوريا. ايران. شو تقول؟ سوريا. سوريا. ايران. زين خلاص بدنا عنها. اوكي. احمد الرواس. الامارات. العراق. استراليا. السعوديه. من وين بديت انت يا اخي؟ وين بدا الامارات سيدي. بدينا من الورقه اللي عندي. استراليا عندك. كذا اول كذا. ايوه. استراليا. الامارات. العراق. قطر. اوزبكستان. السعوديه. اليابان. ايران. استراليا. طاجكستان. العراق. قطر. اوزبكستان. كوريا. اليابان. ايران. ليث. من ليه؟ خلاص. ياسر. استراليا. الامارات. العراق. قطر. اوزبكستان. كوريا. اليابان. سوريا. أيوة. يا ايراني. ايران قهرمان. راح نطلعكم وترجع دمشق. خذها. كوباتون. اي خذها. مو قهرمان بشيء. طيب سؤال. على اي اساس بنيت نقاشك توقعاتك مايد؟ يعني اعطيتني الاقرب هذول الاقرب. يعني خالد يمكن يعني اللغط الحين بيصير على مباراه السعوديه والكويت. هي السعوديه عفوا وكوريا. والعراق والاردن هي ابرز مباراتين في من 8 فرق. يعني اقوى مباراه هي مباراه العراق والاردن والسعوديه وكوريا. يمكن الاخوان بنوا على السعوديه عطفا على اداء كوريا في دور المجموعات، وايضا الروح الانهزاميه في المباراه الاخيره. يعني فعلا الروح الانهزاميه مش من فريق المقابل، الروح الانهزاميه من اليابان. فممكن هذه العوامل ايضا تكون في مصلحه السعوديه وتاثر على الفريق الكوري انه يعود بشخصيته المعروفه. لكن يعني انا عطفا حقيقه على عناصر القوه اللي عندهم، مفاتيح لعب كثير كوريا.
توقعت كوريا يعني نظريا انا اتكلم مش عطفا على مباراتين، على تاريخ طويل ومفاتيح لعب كبيره في فريق كوريا، عطفا على الفريق السعودي المتجدد. لعب بحوالي بثلاث تشكيلات بحوالي ب 23 لاعب. حتى الان مانشيني يعني يلتمسون له العذر، حتى النقاد السعوديين الاعلام السعودي يلتمس له العذر، لان هم يخططون يفكرون حق كاس اسيا 2027 ومعهم حق في هذا، لان مانشيني صار له شهرين او اقل. فالمعطيات نظريا حقيقه انا تروح صوب كوريا كتاريخ كوريا ولاعبين المحترفين، لكن في ايضا عوامل تساعد السعوديه، الفوز الاخير، كليشيت، الروح الانهزاميه للكوريين، ادائهم في المجموعات ايضا تصب في مصلحه الفريق السعودي. لذلك الاخوان راحوا مع السعوديه، وعلى كل هي راي يعني في النهايه اتمنى والله الفريق السعودي يفوز يفرحنا، لان خاصه الجمهور السعودي يعني نحتاج احنا كقطريين وكاس اسيا ومنظمين انه يبغى الفريق السعودي لاخر نقطه وهي النهائي. حد يبي يعقب؟ احمد انا شوي معلش. تفضل واجهك. طيب المباراة استراليا واندونيسيا المفروض طبيعية، طاجكستان والامارات يعني انت على اي اساس قلت لا حدا يزعل مني واخر شيء؟ لانه الامارات ممكن الكل حكى الامارات، لكن طاجكستان منتخب يعني انا شايفه من المنتخبات اللي قاعد بتأدي بشكل كثير كبير. الامارات الحالة الدفاعية عنده مشكلة فيها، وهي البطولة هسه في الفترات القادمة الحالة الدفاعية على الاغلب هي الاهم. يعني الفريق المنظم دفاعيا، الفريق كامل المنظم دفاعيا ممكن هو اللي يمشي بشكل اكبر، لانه موضوع التحولات والحاله الهجوميه على الاغلب معظم الفرق عندها حاله هجوميه جيده، لكن الحاله الدفاعيه في المنظومه الامارات فيها مشكله. هاي نقطه. طاجكستان فريق محترم، عندهم ضعف هجومي. لا بس طاجكستان فريق محترم كابتن، يعني فريق محترم ومنظم بشكل كويس وبيلعب كره قدم، ومن الفرق اللي على الاغلب ثبتت مستواها في الثلاث مباريات، يعني هو مش استنقاص بقيمه الامارات، انت عارف هذا الحكي، انا حكيت انا وانت في هذا الحكي. موضوع خليني اكمل بس وبعدين تحكي. موضوع العراق والاردن عشان الكل يكون عارف، هاي المباراه ما لها دخل بكره القدم، هاي نهائيا ما لها دخل بكره القدم، وهي راح تكون عباره عن معركه في الملعب. يعني تقدر تقول ديربي وفي شراسه بين البلدين، وفي موضوع الجمهورين راح يكون الموضوع صعب جدا، فموضوع ملوش دخل بكره القدم وتكتيك. مباراه بالذات السعوديه وكوريا الجنوبيه، السعوديه الفريق الوحيد اللي في البطوله اللي فقط مره واحده قدروا الفرق يوصلوا مرماه بثلاث مباريات، وهذا دليل انه المنظومه الدفاعيه بتمشي بشكل جيد. المنظومه الهجوميه مميزه في الفريق السعودي، لانه بيمتلكوا كثير شغلات زائد التكتيك المختلف من مانشيني، فباعتقادي المنتخب السعودي ممكن يكون اقرب على الفوز من بس هاي المباريات اللي بتزعل. اختيارنا هنا والسريع، كل فريق يتميز عن الفريق الاخر بيش. لا انت بتطولها كذي. لا بس شوي. احمد عطني على مجمل بشكل سريع لو سمحت. قلت لك انا اختياراتي كانت تميز الاخر اكثر من الثاني، بس انا اللي اشوفه من ناحيه تكتيك، من ناحيه السرعه، مهارات فرديه. مثلا الحين انت قلت الامارات الامارات تميز مهارات الفرديه وسرعه اللاعبين، هذا يتميز بمجموعه والضغط العالي 100%. لكن هذا المهاره تقتل هذا. اذا سلطان كان موجود وعلي مبخوت يخلص المباراه، انت فهمت؟ يعني هذا فريقي شبيه. علي مبخوت مش موجود. زين سلطان بيرجع، مش راجع. سلطان يمكن مش راجع. زين اوكي، المهارات والسرعات قد تفيد، اما هذا كمجموعه هو افضل وممكن يضغط، لكن تضغط على لاعبين مراوغين صعبه. اذا الامارات ما سجلوا هدف بدري زي ما صار مع قطر، لا عنده ثلاثه في النص، عنده ثلاثه في النص قادرين يفتكوا من هذا رواس. انا ليش قلت لك طاجكستان على الامارات؟ طاجكستان افضل فريق بالنسبه لي، انا شفته بالمجموعات، فريق من الفرق اللي في كاس اسيا يقولون عنهم متطورين منظمه. هو افضل فريق طاجكستان الصراحه، من الفريق اللي شفناه ثلاث مباريات، فريق مميز، فريق يلعب بروح، فريق فيش ضغط. لا فيش عليه ضغط. اول خلوه يشوف ضغط عالي على الفريق اللي قدامه، فوق الارض ما عليه ضغط. الانجاز اللي يبيه التاريخي سواه هو، خلاص الانجاز التاريخي ما عليه ضغط، داش مرتاح. ولعبوا افضل لاعب عندهم راجع مباراه الامارات اللي طرد مباراه قطر. مباراه كوريا ويا السعوديه، احنا ما نختلف على الفريق السعودي وافضل فريق بالمجموعات تنظيميا وكلعب وكاداء. هم منتخب الكوري انا بالنسبه لي ان تشوف الفتره هذه خاصه اللعبات الاخيره بالضغط اللي جاء، شكرا على الاختصار. الضغط اللي جاء خالد من كوريا من الاعلام الكوري، اتوقع راح يتغير مستواهم كلهم لاعبين النجوم. باختصار انا خالد بس بقول نقطه مهمه جدا. احنا لاحظنا في دور المجموعات كثير من المفاجآت، الكل كان يستبعد ذلك.
فانا في اعتقادي انه هذه المفاجات مثلت نوع من الحوافز للفرق فعلا اللي حققت الشيء الغير متوقع. طيب فبالتالي بتمثل لهم دوافع من خلال دور ال 16. نعم. ممكن تتحقق ايضا المفاجات، وبالتالي نشوف ان شاء الله باذن الله تعالى نتائج ايضا تخدم مصالح المنتخبات العربيه حتى تصل الى مرحله متقدمه. طيب ايش بتقول لي باختصار؟ كابتن خالد، بالنسبه للمنتخب الاماراتي انا انتخبت طاجيكستان. المنتخب الاماراتي ما يملك الجناح الايسر والايمن، ما عنده اللاعب عندهم كايو وليما، عندهم كايو برازيليين، عندهم كايو وليما مجنسين 34 سنه 35 بس سنه. ما قدموا مستوى. اتفق معك، ما قدموا مستوى. صح ما قدموا صح. السلطان ما موجود، ما موجود نهائي ما بيلعب ولا الادوات. طيب بشنو افوز انا؟ صح يا كابتن؟ بشنو راح افوز؟ لا مو بصح. لا ما عندي اليات، ما عندي المهارات الفرديه. لا عنده، لا ما عندي لا المهارات الفرديه رائعه في الامارات. لا موجوده. عندهم وسط ملعب جيد في ماجد راشد وطحنون. نقطة نظام. شكرا يعطيكم العافية. علي صالح شكرا. مهريا رائعين. لا مهريا عاليين يا جماعه هذا رايه. رايي انا كابتن. شكرا. رايي يا اخي قال لك رايي هذا كابتن. راي هذا رايه بشأت انت قاعد حق الريال انت. لانه مو صحيح. بس راي هو ختمه وش قال لك؟ قال لك راي. اي بس مو هذا رايه. هذا الشمس، هذا من الشمس لازم يعقب عليه لانه هو في راي يختلف يعني في في لاعبين مهارات. اكو عندك عبد الله رمضان، عندك علي صالح، عندك الغساني، عندك حارب. لاعبين دول مميزين، لاعبين مهاريين على اعلى مستوى، مو لاعبين ودول كلهم شباب. عندك كايو وليما لاعبين مهاريين. لا هو ما كان متاكد من معلوماته. ما اقول بكره. لا هو شاف. لا متاكد 100%. لا مو متاكد من معلوماته. ما بتقول لي بانه انت في خط الامام عندك لاعبين، شوف لاعبين كابتن، لاعبين 19 سنه 20 سنه 21 سنه، صحيح؟ اصغر سن في البطوله. اي قصدي يعني قصدي زين. انت بهالبطوله بس لاعبين مميزين. شنو هو طبعا اللي يسوي الفارق للمنتخبات الكبيره؟ ليما كانوا تحت 30. نعم 31 واحد تحت 30. قصدي يعني اذا معلوماتك لازم تكون دقيقه. انت قلت ما لاعبين مهاريين ولاعبين فوق ال 30، هم جوا 30 وفي لاعبين مهاريين عددناهم لك. طيب عثمان، وجهه نظري مع احترامي للمحلل الكابتن الاردني كابتن عثمان، يقول كيف يقول ان السعوديه الوحيده اللي ما دخل مرماها الا هدف. منتخبنا الوطني القطري ولله الحمد والمنه الى الان ولا جول عليه. كيف السعوديه الفريق الوحيد ما حكيت ولا هدف؟ انا قلت ما اجى عليهم الا فرصه واحده، الا هجمه واحده. انا ما حكيت الاهداف، ما حكيت بالاهداف، انا حكيت بالفرص. يعني المنظومه الدفاعيه تاعت المنتخب السعودي ما اجى عليهم فرص. المنتخب السعودي في الدقيقه 63 المنتخب العماني وصل جولهم مره واحده فقط لا غير طول البطوله. حتى تسجيل الهدف ما كان وصول للمرمى مباشر، كان في حاله احتكاك جوا ال 18 بدون فرصه. فبالتالي الفرصه الوحيده اللي اجت على المنتخب السعودي في الدقيقه 63 ضد المنتخب العماني فقط لا غير، ومش فرصه من قدام نص الملعب، صارت تسديد الحارس مسك فقط لا غير. فكان دور حارس المرمى في السعوديه عباره عن لاعب 11 بيلعب كره قدم لمس أذكر في هجمه من الجهه اليمين اللي حياي راوغ لخط 6 وشتها خارج الشبكه على يسار الحارس. مش فرصه في الجول، فرصة. في الجول في الاحصائيات مش موجود جول السعوديه. يعني لا لو استغلها صح يجيبها يعني تمام. بس يعني قصدي ابو محمد المنظومه الدفاعيه في المنتخب السعودي رائعه. زاويه ضيقه يكون مثل فباشر بعد يحيى هاي. طيب خلونا ناخذ جوله